عمرك شفت مبرمج شغال وافتكرت انه عبقري حافظ كل سطر كود وكل حلول المشاكل في دماغه؟ لو فاكر ان المبرمجين سوبرمان وبيحفظوا كل حاجة، خلينا اصلح لك المفهوم ده تماما. السر الحقيقي عند المحترفين هو موقع واحد اسمه ستاك اوفر فلو. الموقع ده هو اكبر مجتمع ومكتبة للمشاكل والحلول في تاريخ البرمجة. تخيل ملايين المطورين من كل دول العالم بيشخصوا ويجاوبوا على اسئلة بعض يوميا، ومهما كان البج او الخطأ اللي ظهر في كودك، بنسبة كبيرة جدا في حد قبلك واجهه وسأل عنه، والحل موجود ومتقيم هناك بالخطوات. وهنا بنكتشف القاعدة الذهبية: البرمجة مش حفظ خالص، البرمجة هي فهم للمنطق وقدرة على البحث الذكي. المبرمج الشاطر هو اللي بيعرف يسأل محركات البحث صح عشان يوصل للمعلومة في ثواني. بس هنا تحديدا بيحصل المطب التقني اللي بيفرق بين الهاوي والمحترف. غلطة العمر في مجالك هي الكوبي بيست، انك تاخد الكود الجاهز وتنسخه في مشروعك لمجرد انه حل المشكلة اللحظية من غير ما تفهم السطر ده بيعمل ايه. الحركة دي ممكن تضرب لك توافقية السيستم او تفتح ثغرة امنية في سيرفرك وانت مش دريان. والاضافة الذكية اللي عايزك تركز فيها النهاردة لما تدخل تقرا الحلول على ستاك اوفر فلو، ما تكتفيش ابدا باول اجابة تطلع لك فوق. دايما بص على تاريخ الاجابة والتعليقات اللي تحتها، لان التقنية بتتحدث بسرعة، وممكن حل كان ممتاز من كام سنة النهاردة يكون اتلغى أو ما بقاش مدعوم ويبوظ لك الإصدار الجديد. الخلاصة: المبرمج الشاطر مش اللي ذاكرته حديد، ولكن اللي بيعرف يستخدم أدواته ومصادره بكفاءة وعمق. قول في الكومنتات إيه كان أصعب بج واجهك وقعدت أيام تدور على حله. لايك وسبسكرايب لو عايز فيديوهات أكتر تكشف لك كواليس الويب وإدارة الأنظمة.